هو ايه الملل ده؟ الملل الإحساس اللي بنهرب منه طول الوقت ونحاول نقتله بأي حاجة، زي موبايل، نفتح تلاجة 50 مرة في اليوم، لف في الصلاة بلا هدف. بس خليني أسألك سؤال، هيحصل إيه لو الملل فص ملح وداب من حياتك؟ في الأول الموضوع هيبقى حلو طبعاً، أنت دايماً هتكون في حالة تحفيز وحماس، مفيش لحظة واقف مش عارف تعمل فيها إيه، دايماً مشغول، تحس إنك نشيط أكتر وسريع أكتر وحتى منتج أكتر. بس هنا المشكلة إن ده مش نشاط، ده إجهاد. هقولك إزاي. تخيل مخك زي العربية اللي دايسة بنزين على الآخر، واخدة سكة سفر من غير أي راحة. نتيجة طبيعة العربية مش هتستحمل وهتسخن. لذلك إحنا لو الملل اختفى مخنا هيبقى بيشتغل بس من غير أي راحة ومش عارفين نقعد في هدوء. مخنا محتاج لحظات فراغ يقدر يعالج فيها اللي فات ويرتب أفكاره ويخلق أفكار جديدة. دراسات في علم النفس بتقول إن الملل مش إحساس فاضي كده أو ملوش لازمة، لا، دي بتبقى حالة ذهنية العقل بيسرح فيها علشان يقدر يفكر ويبدع. وأحب أفاجئك إن الملل بيساعد جداً على إنك تبقى كرييتيف، وفعلاً كتير من الأفكار الحلوة بتطلع في لحظات كده ما بيحصلش فيها أي حاجة. وأحب أفاجئك برضو إن اختفاء الملل ده هيخلينا نبقى متوترين أكتر، أعصابنا مشدودة وتركيزنا أضعف ومحتاجين دايماً حاجة تشغلنا. ما أنت مخك دايماً مشغول بحاجة. فمن الآخر الملل ده هو المساحة اللي عقلك بيهدى فيها ويبدأ يفكر بهدوء ويشتغل براحة. وفي الآخر لو الملل فص ملح وداب، هتشوف أثر الغياب.